السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلامة. معاكم ريري أحمد من قناة ريري كروشيه. طبعا اتعودت معاكم. احنا كده بقالنا أسبوعين بنزل منشور كل يوم تلات. أي سؤال بيجيلي على الصفحة أو الجروبات بتاعتي، بجمع الأسئلة وبعمل عليها فيديو. فالنهاردة ده جزء من الأسئلة اللي جت. مطلوب الوحدة ديت في شال، وإن شاء الله هننفذ الشال كله مع بعض. ده الجزء الأول. أنا هشتغل معاكم الوحدة ديت يعني هحاول فيديو أقلله على قد ما أقدر إن أنا أشتغل معاكم الوحدة، وأشتغل معاكم كمان طريقة التشبيك بتاعت الجزء ده عشان نخلص منه ونخش على الجزء التاني بتاع الشال. تمام. فأنا هشتغل معاكم الوحدة ديت وهنشوف هنشتغلها مع بعض إزاي. انا هشتغل وطبعا هقول لكم بعد ما نخلص هقول لكم احنا استخدمنا قد ايه خيط. انا هشتغل بخيط اليزا سكرين بيبي. الشله دي طبعا 100 جرام. حوالي كام متر هقول لكم. 320 متر. تمام. فهو هشتغل بابره مقاس 3. فهنقول بقى بسم الله. وهنعمل هنرتفع 8 سلاسل وتقدري ترتفعي 10. الحقيقة أنا هنا بصوا قبل ما أكمل، أنا هنا لما عملت 10 سلاسل حسيت إن الدايرة كبيرة شوية ما عجبتنيش، فاشتغلت 8 سلاسل. فأنا هبدأ ب8 سلاسل. انت ممكن تبدأي ب10 اللي يناسبك اعمليه. تمام. هنشتغل بقى. هقول ادي أول سلسلة 2 3 4 5 6 7 8. كده معايا 8 سلاسل. تمام. وهنعمل ايه تاني بقى؟ هنقفل بمنزلقة في السلسلة الأولى بالشكل ده كده. هرتفع 1 2 3. ده كده أول عمود معايا. بعد كده هرتفع 1 2 3. ده الفراغ. هلف الخيط على الإبرة وهخش في الفراغ بتاع الدايرة. هشتغل عمود بلفة. ادي كده أول عمود. ده كده تاني عمود. يعني احنا عندنا اول 3 سلاسل هنا عمود، والسلاسل الثلاث سلاسل التانيين دول الفراغ ما بين العمود ده والعمود ده. ده كده تاني عمود معانا. هرتفع تاني 1 2 3 سلاسل. هلف الخيط على الابرة واخش اعمل في الفراغ عمود تاني. هنعمل 8 عواميد في الفراغ. ادي 1 2 3. هلف الخيط اخش اشتغل في الفراغ عمود بلفة. 1 2 3 عمود بلفة. 1 2 3 عمود بلفة. هنشتغل 8 عواميد. ادي كده عمود 2 3 4 5 6. فاضل العمودين 1 2 3. دي كده العمود السابع. تمام. 1 2 3. وده العمود الثامن. تمام. ادي عمود 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 عواميد. هنرتفع بقى 1 2 3. وهنقفل في السلسلة التالتة بمنزلقة. دي سلسلة 2 3. هنقفل بمنزلقة بالشكل ده. تمام. هنشتغل تاني. هنرتفع 1 2 3. اول عمود معانا هخش فيه طبعا ده هندريه بعد كده بإبرة التنظيف، وهنشتغله جوه الغرز. في الفراغ هشتغل 5 عواميد، وبارتفاع السلاسل يبقى 6 عواميد. ادي كده العمود التاني، العمود التالت، الرابع، الخامس، السادس. كده عمود 2 3 4 5. وارتفاع السلاسل معانا كده هيبقى 6 عواميد. هنروح على الفراغ اللي بعده. بصوا
احنا في اول دور ما بيبقاش فيه فراغات خالص ما بين الغرز وبعضها. في الدور اللي بعده هو اللي احنا هنبدأ نأسس ايه البتلة بتاعتنا او شكل الوردة بتاعتنا. تمام. هنشتغل في الفراغ اللي بعده 6 عواميد، 1 2 3 4 5 6. هكمل بقى في كل فراغ لحد ما اوصل لنهاية الدور وارجع لكم. هشتغل 6 ادوار، 6 عواميد بلفة. تمام. انا هنا خلاص وصلت لنهاية الدور. هنقفل يعني اللي انتوا شايفينه ده كده، تحسي ان هي يعني عاملة ازاي مكلكعة في بعضها. ما تقلقيش، هي كل ما هتشتغلي فيها كل ما هتفرد وهتبقى زي دي كده بالظبط، ولما تتركب الوحدات في بعضها هتبدأ تتشد. فالشكل ده ما يضايق يعني، ما يخدكيش ان انت ماشيه غلط او كده. تمام. هنقفل في السلسله الثالثه. ادي 1 2. هقفل بقى في السلسله الثالثه بمنزلقه. تمام. وهرتفع 1 2 3. ده كده اول عمود معايا. هشتغل، احنا كنا شغالين في كل مجموعه او في كل فراغ اشتغلنا 6 عواميد بلفه. هنشتغل ال6 عواميد وهنشوف هنشتغل ايه تاني او هنعمل ايه تاني. امشي معايا واحده واحده عشان متتلخبطيش. ده كده تالت عمود. ارتفاع السلاسل عمود، العمود التاني، العمود التالت، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس. تمام كده 6 عواميد. هنعمل ايه تاني؟ هنرتفع 1 2 3 4 5 سلاسل، وهلف الخيط على الإبرة وهخش في العمود اللي بعده اللي هو في المجموعة التانية. لازم تبقي ماشية بعدد عشان ما تلخبطيش. كل مجموعة اشتغلناها 6 عواميد بلفة، وما بين كل عمود وما بين كل 6 عواميد هنشتغل 5 فراغ، 5 سلاسل أقصد يعني. هنا أول عمود، تاني عمود، تالت عمود، العمود الرابع صح كده اهو، الخامس، السادس. وهعمل ايه؟ هرتفع 1 2 3 4 5 وهكرر. هشتغل يعني احنا لو بصينا كده هتلاقي اهو، هتلاقي هما ال6 عواميد اللي انا واخداهم فوق اهو، هما دول هما اللي انا اشتغلتهم. تاني هشتغل اهو، ده العمود. لا تكونوا متلخبطين او حاسين ان انا مش واخداه اهو، ده انا خلاص خدته فوق. هخش في المجموعة اللي بعديها 6 عواميد تاني. 1 2 3 4 5 6. تمام 6 عواميد. وهشتغل 5 سلاسل، بعد كده هشتغل 6 عواميد فوق في كل فراغ اشتغلنا 6 عواميد بلفة. هنرجع في الدور ده هنشتغلهم، بس هنعمل 5 سلاسل فراغ ما بين كل عمود ما بين كل مجموعة. فأنا هخلص لحد ما أوصل لنهاية الدور وأرجع لكم. تمام. أنا هنا وصلت لنهاية الدور. هعمل بقى ال5 سلاسل وهنقفل وهنشوف هنشتغل هنعمل ايه تاني مع بعض. هنرتفع 1 2 3 4 5. هاجي هنا هقفل في السلسلة التالتة. ادي سلسلة 2 3. هقفل بمنزلقة. تمام بالشكل ده. احنا هنا المفروض هنبدأ نعمل تناقص. يعني احنا خلاص اشتغلنا الدور ده في كل فراغ اشتغلنا 6 عواميد بلفة وكملنا الدور اللي بعده اشتغلنا 6 عواميد بلفة، 5 سلاسل، 6 عواميد بلفة. دلوقتي هنبدأ نعمل تناقص عشان الشكل ده يبان معانا. هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. احنا هنا خلاص قفلنا بمنزلقة. هعمل ايه؟ هخش في فوق راس العمود اللي بعده اهو، فوق راس العمود اللي بعده
وهعمل منزلقة تاني عشان انا هنا بعمل تناقص عشان عايزة اطلع شكل الوردة او شكل البتلة او ورقة الشجر دي. تمام، انا هنا خلاص عملت منزلقة. احنا كان عندنا 6 عواميد، هيبقوا دلوقتي 4 عشان احنا بنتناقص. عمود، اول عمود هيقابلنا تناقص، واخر عمود هنختم بيه في الوحدة دي مش هنشتغله. فدلوقتي هرتفع 1 2 3، ده كده اول عمود معايا. هخش فيه العمود اللي بعده 2، ده تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، 4 عواميد. والعمود الأخير مش هشتغل عليه عشان أنا دلوقتي بعمل تناقص. هعمل ايه تاني؟ هرتفع 1 2 3 4 5، معايا 5 سلاسل. أول فراغ هيقابلني هنزل فيه بغرزة حشو، وهرتفع 1 2 3 4 5، 5 سلاسل. هعمل عمود بلفة، هسيب اول عمود مش هشتغل عليه، هشتغل فوق العمود التاني عشان انا بعمل تناقص زي ما اتفقنا. دي اول عمود، تاني عمود، العمود التالت، العمود الرابع. تمام، هرتفع 1 2 3 4 5 سلاسل. الفراغ ده هشتغل فيه غرزة حشو. بعد كده هرتفع 1 2 3 4 5، وهكمل. هسيب اول عمود هشتغل فيه العمود التاني. انا بقى هكمل لحد ما اوصل لنهاية الدور. احنا هنا بنعمل تناقص. كنا شغالين 6 عواميد، دلوقتي هنشتغل 4 عواميد، وما بين كل عمود وعمود 5 سلاسل. بعد كده بننزل في الفراغ اللي بيقابلنا بنشتغل غرزة حشو، وبعد كده بنرجع نشتغل 5 سلاسل، وبعد كده نرجع نشتغل 4 عواميد، وهكذا. فانا هكمل لنهاية الدور وارجع لكم. تمام، انا هنا وصلت لنهاية الدور، عملت 5 سلاسل، وده الفراغ اللي هيقابلنا في الاخر هشتغل فيه غرزة حشو. تمام، وبعد كده هشتغل 1 2 3 4 5 سلاسل. هرجع هقفل في السلسلة التالتة زي ما اتفقنا عشان ده كده معانا، ده بيبقى اول عمود بنشتغل. تمام، هرجع هعمل ايه تاني؟ هرتفع، لا احنا هنا مش هنرتفع، انا اسفة سوري. هخش في العمود اللي بعده هشتغل غرزة منزلقة تاني بالشكل ده. هرتفع 1 2 3 سوري 1 2 3، ده كده اول عمود معايا. هنا تناقصنا، تغاضيت عن اول عمود ما اشتغلتوش، واخر عمود مش هشتغله. هلف الخيط على الابرة وهشتغل العمود اللي بعده عمود بلفة. كده اصبح البتلة بتاعتي بقت 2، في الاخر بشتغل 2. هعمل ايه تاني؟ هرتفع 1 2 3 4 5 سلاسل. هيقابلني اول فراغ هشتغل فيه بغرزة حشو. بعد كده هرتفع 1 2 3 4 5، هشتغل غرزة حشو في الفراغ اللي بعده، وهرتفع 1 2 3 4 5. تمام، هنيجي بقى للمجموعة ديت. هسيب اول عمود مش هشتغل عليه، وهسيب اخر عمود. هشتغل على عمودين بس اللي في النص. ادي اول عمود، وادي تاني عمود. تمام، هرتفع 1 2 3 4 5. هيقابلني الفراغ ده هشتغل فيه بحشو، وهرتفع 1 2 3 4 5. هيقابلني الفراغ اللي بعده هشتغل فيه برضو حشو. بعد كده هرتفع 1 2 3 4 5. هرجع وهكرر، هسيب اول عمود واخر عمود هشتغل فيه العمود التاني. ده كده اول عمود وده تاني عمود.
هخلص انا لحد ما اوصل لنهاية الدور. طبعا ما تخافيش من الشكل ده، كل ما بتبدأ الوحدة بتكبر معانا كل ما بتبدأ تشد، ولما نشبك الوحدات في بعضها هتبدأ تبقى مشدودة معاكي. فالشكل ده ما يقلقكيش وما تحسيش ان انتي شغالة غلط. لو مشيتي بالطريقة اللي انا شغالة بيها ان شاء الله هتطلعي الشال بإذن الله تحفة. تمام. هخلص لحد ما اوصل لنهاية الدور وارجع لكم. تمام خلاص انا خلصت لنهاية الدور. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقفل بمنزلقة زي ما متعودين. تمام. هخش في العمود اللي بعده بمنزلقة. احنا هنا كنا عاملين 5 سلاسل، 5 سلاسل ما بين كل فراغ وفراغ. هخش في اول سلسلة اهي، يا رب تكون واضحة. هخش هنا كده في اول سلسلة هعمل منزلقة، ادي 1 2 3، والتالتة دي هي الوسط بتاع ال5 سلاسل. هعمل ايه؟ هرتفع سلسلة وهاجي في نفس المكان هخش هعمل غرزة حشو، عشان انا عايزة ان انا اشتغل في نص الوحدة ده كده. غرزة حشو. هعمل ايه؟ احنا عندنا زي ما اتفقنا عندنا عايزين نعمل بقى الشكل، اسفة عايزين نعمل الشكل المربع. فهنشتغل المربع ازاي؟ هنشتغل هنا، هنشتغل عادي، هوريكم هنشتغل هنا ازاي. وبعد كده هنبدأ نقسم في مجموعة في النص هنشتغل فيها زاوية، ومجموعة لأ، مجموعة هنشتغل فيها زاوية ومجموعة لأ، عشان يطلع معانا مربع بالشكل ده. هنبدأ نقسم المربع بتاعنا عشان يبدأ يبان معانا. تمام. فهنعمل ايه؟ هنرتفع. احنا هنا خلاص وصلنا للنص بتاع الوسط بتاع ال5 سلاسل. هنشتغل 1. لو انت خايفة تنسي ممكن تعلمي بالمارك. بصوا تعلموا هقول لكم عشان برضو ايه تبقوا تبقى واضحة. بصوا هنا دي غرزة الحشو. لو انت خايفة تنسيها يعني تقومي معلماها كده عشان تبقي عارفة ان دي غرزة الحشو اللي انت بدأتي فيها. لان في شغل السلاسل ممكن تتوهي وما تبقيش واخدة بالك البداية كانت فين بالظبط. عشان هنا احنا شغلنا هيبقى يعني نص سلاسل ونص التقسيمة. هنشوف هنشتغل ازاي مع بعض. هنرتفع بقى مع بعض. ادي اول سلسلة 2 3 4 5 سلاسل. تمام. هنروح للفراغ اللي بعده هنشتغل حشو. بعد كده هرتفع 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعده هشتغل حشو 1 2 3 4 5. انا هنا رايحة على المجموعة اللي انا هبدأ اقسم فيها الضلع بتاع المربع بتاع الوحدة. هشتغل هنا. طبعا ده هيبقى الوسط بتاعنا، فده اللي انا هشتغل عليه المربع بتاعي. لكن هنا دي الجوانب بتاعته، فهنشتغل عادي غرزة حشو هنا عادية زي ما احنا ماشيين. تمام. وهرتفع 1 2 3 4 5. ال5 سلاسل اللي احنا متعودين عليها. هنا دي اول زاوية معانا في المربع هنشتغل فيها. لف الخيط على الابرة وهشتغل فيها 4 عمود بلف. 1 2 3 4 عواميد بلف. وهرجع هشتغل ادي 1 2 3 4 5 سلاسل. وهشتغل هنا حشو. دي المجموعة التانية هنشتغلها سلاسل فقط وحشو، مفيش اي حاجة. بنشتغل فيه واحدة ما بين ورقتين الشجرة دول او البتلتين دول. هنشتغل في النص كده هنشتغل 4 عمود بلفة، وده اول ضلع معانا. اللي بعديها الاتنين اللي بعديها مش هنشتغل فيهم حاجة، يبقى هنشتغل في واحدة يعني في واحدة هنعمل فيها زاوية وواحدة مش هنعمل فيها، يعني دي ما عملناش فيها زاوية، دي اللي عملنا فيها الزاوية. يبقى اللي جاية ديت مش هنشتغل فيها زاوية. هوريكم دلوقتي هنشتغل مع بعض ازاي. 1 2 3 4 5 5 سلاسل. هشتغل حشو
بالشكل ده. 1 2 3 4 5. هرجع هشتغل حشو. 1 2 3 4 5. وهشتغل حشو في الفراغ برضو اللي هيقابلني. هرجع اشتغل 1 2 3 4 5. هشتغل برضو هنا حشو. وكده احنا رايحين للزاوية اللي هنبدأ نشتغل عليها. 1 2 3 4 5. هشتغل هنا 4 عمود بلفة. دي الزاوية التانية. تمام. ادي تاني عمود، تالت عمود، العمود الرابع. وهرجع اشتغل 1 2 3 4 5. هشتغل هنا حشو وارجع اشتغل 1 2 3 4 5. يعني كده هنشتغل حشو. كده احنا بنشتغل في الزاوية المجموعة اللي بعدها. نرتفع 1 2 3 4 5 وبنشتغل حشو. بعد كده 1 2 3 4 5 حشو. كده احنا رايحين على الوحدة اللي هنبدأ نعمل فيها الزاوية. 1 2 3 4 5. وهنا حشو. 1 2 3 4 5. هنبدأ زي ما اتفقنا احنا بنشتغل ما بين ورقتين الشجر ديت مجموعة، ودي اللي احنا بنبدأ نعمل فيها المربع. وواحدة لأ، هنا ما اشتغلناش، هنا اشتغلناش، هنا اشتغلنا، هنا ما اشتغلناش، هنا اشتغلنا، وهنا برضو ما اشتغلناش. هنا هنبدأ نقسم الزاوية التالتة بتاعتنا. هنشتغل عمود بلفة، 4 عواميد بلفة. أول عمود، تاني عمود، تالت عمود، العمود الرابع، 4 عواميد بلفة. 1 2 3 4 5. هشتغل حشو. 1 2 3 4 5 حشو. 1 2 3 4 5 حشو. 1 2 3 4 5. واسفة طبعا اني طولت عليكم في الجزئية ديت، بس كانت لازم تشوفوها. 1 2 3 4 5. وهي سريعة يعني مخدتش معانا وقت. 1 2 3 4 5. احنا هنا خلاص هنبدأ نقسم في المجموعة الزاوية الرابعة. هنشتغل بقى 4 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. هشتغل حشو. 1 2 3 4 5. هنبدأ بقى كده اهو. انا عايزة اوريكم شكل الزاوية هتبدأ تبان ازاي اهي. بصوا، يعني دي هنا كده زاوية، ودي هنا زاوية اهي، ودي زاوية، ودي زاوية. كده بدأ المربع معايا هيبدأ ان هو يبان. هقفل بقى هنا. وفي كلام مهم لازم اتكلم. الدور اللي جاي دوت اول وحدة بس بتشتغليها كلها كاملة. الوحدة اللي بعد كده هنقفل بس في راس غرزة الحشو بالشكل ده كده. احنا كده خلاص قفلنا الدور ده. دول كده 6 ادوار. الدور السابع، الدور اللي هو السابع، الدور الاخير، اول وحدة بس معانا هي اللي بنشتغلها كاملة زي كده. اول وحدة بس بنشتغلها كلها كاملة فقط. بقية الوحدات بنشبك فيها واحنا شغالين قبل ما بنخلص. يعني خلاص خلصنا الدور السادس. الدور السابع اللي هو هنبدأ فيه دلوقتي بنشتغل التشبيك. يعني بنكمل بقى الدور السابع بالتشبيك مع بعض.
فانا هكمل معاكم دوت. الحقيقه انا مكنتش عايزه الفيديو يطول، فانا هخلص معاكم الوحده ديت، والفيديو اللي بعد ده على طول هينزل لكم تشبيك الوحدتين مع بعض، هيبقى سريع لان هو هيبقى التشبيك فقط، والفيديو التالت هيبقى بقيه الشال ان شاء الله. انا كان نفسي ان انا الم كله في فيديوهين على الأقل عشان ما يبقاش كبير، بس عشان ما حدش يتوه مني. لو في واحدة مبتدئة تبقى واخدة ماشية معايا جزئية جزئية عشان تطلع النتيجة اللي هي عايزاها. يبقى الدور السابع بنشتغله في أول وحدة بس، بنعمله كامل زي ده كده، بنخلصه فقط لا غير. بقية الوحدات بنشتغل الدور السابع واحنا بنشبك. تمام، يبقى الدور السابع هو دور التشبيك لبقية الوحدات، مش لأول وحدة. تمام، هنكرر. هنعمل ايه؟ هنخش في الغرزة الأولى اللي هتقابلنا، هنشتغل منزلقة. ادي أول منزلقة، عايزين نوصل للنص بتاع السلاسل. ادي تاني منزلقة، ادي تالت منزلقة، وهرتفع واحد اتنين، أنا آسفة، سلسلة واحدة بس، سرحت. وبعد كده هخش في نفس الفراغ هشتغل غرزة حشو. وبرضو لو عايزة تعلميها وخايفة لا تنسي تعلميها، لو خلاص انت عارفة الادوار بتاعتك فمفيش مشكلة، بس احنا برضو بنعلم ليه؟ عشان لو معانا واحدة جديدة تبقى عارفة ان هي بتعلم ازاي او ماشية ازاي الدور بتاعها. هنشتغل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، 5 سلاسل. في أول فراغ هيقابلني هشتغل حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هشتغل حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. هنيجي في الفراغ، بصوا هنا الفراغ ده اللي قبل الأربع عواميد، وده الفراغ اللي بعد الأربع عواميد. أنا هشتغل في الدور ده على الفراغات اللي قبل العواميد واللي بعد العواميد، فهلف الخيط على الإبرة وهشتغل في الفراغ ده 4 عواميد بلفة. أدي أول عمود، تاني عمود، تالت عمود، العمود الرابع، 4 عواميد. هشتغل ايه تاني؟ هرتفع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10 11. تمام، 11 هنا عشان احنا بنشتغل أول وحدة بس، هنقفل الوحدة الأولى خالص. لكن احنا لو بنشبك مش هنشتغل 11، هنشتغل 10. هوريكم في الفيديو اللي بعده الطريقة بالظبط عشان ما تتوهوش، فخلينا في ديت عشان ما يتلخبطش. هروح بقى انتقل للفراغ اللي بعد ال4 عواميد بلفة، وهشتغل فوقيهم برضو ادي 4 عواميد تاني. العمود التاني، تالت، الرابع، وهرجع اكرر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هشتغل حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هشتغل حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. وبرضه هكرر هشتغل في الفراغ اللي هيقابلني حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. هنيجي بقى هنا لل4 عواميد، الفراغ اللي قبل ال4 عواميد واللي بعد ال4 عواميد هما اللي بنشتغل فيهم في الدور السابع. لف الخيط على الإبرة وهشتغل 4 عواميد بلفة. ادي واحد، ادي اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10. ألف الخيط على الإبرة، هشتغل في الفراغ اللي بعديه 4 عواميد بلفة.
تمام. هتبقى معانا، بصوا هي هتبدأ تبان الجزئية ديت اهي. فأنا هكمل ايه الجزئيتين الجزئين التانيين لحد ما اوصل لنهاية الوحدة وارجع لكم. خلاص خلصت، هنقفل طبعا بقى مع بعض كده الوحدة. بيبقى أول حاجة بنعملها في الشيل ده بنشتغل وحدة كاملة 7 أدوار بنشتغلهم وبنخلصهم. بقية الوحدات بنشتغل لحد الدور السادس، والدور السابع بنشتغله بالتشبيك في بقية الوحدات. وده الشكل بتاع الوحدة. تمام. ده الفيديو بتاع النهاردة. الفيديو اللي بعد ده على طول هيبقى طريقة تشبيك الوحدات مع بعض عشان نبدأ نكمل بقية الشال. الشال ده هنشتغل الظهر بتاعه، عايزين فيه 9 وحدات. فأنا هخلص ال9 وحدات وهشبك. هصور لكم بقى طريقة التشبيك مع بعض عشان نشوف الجزء الأمامي للشال هنشتغله ازاي مع بعض. وده كان سؤال الجميلة القمر اللي بعتت لي السؤال على الجروب. أتمنى أكون اتوفقت في إن أنا أشرح لها طريقة الوحدة. هي كان السؤال عن الوحدة، دي الوحدة. لو حابة بقى تكمل معانا إن شاء الله يعجبها الشرح إن شاء الله بإذن الله يا رب وأكون اتوفقت فيه. بقية الشال لو في حاجة واقفة معاها تقدر ترجع للفيديو وتكمل معانا بقية الشال. تمام. أشوفكم بقى في الفيديو اللي بعد دوت. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا ولو حاجة بسيطة. كان معاكم ريري أحمد، تحت أمركم في أي سؤال. والبوست الأسبوع اللي هينزل على الجروب، أتمنى لو في حد له سؤال يسيبولي على أي فيديو عندي على القناة أو على البوست اللي بنزله أسبوعي على الجروبات بتاعتي والصفح. كان معاكم ريلي أحمد من قناة ريلي كروشيه. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.